الفنان ممدوح عبد العليم في مسلسل الحب موتا بنشوف شخصية صعبة، شخصية يعني وجهها قبيح للأسف الشديد. بنشوف شخصية السيكوباتي القناص متصاعد النزعة اللي هو أساسا طبيعته انبساطية، ودي طبعا كلمة انبساطي معناها أن هو عنده قدرة على التعامل بشتى الطرق مع الناس. طبعا يعني السيكوباتي القناص اللي هو بيقتنص المصلحة من أي اتجاه، يعني من أي اتجاه، حتى لو على حساب اي حد، حتى لو هو داس على اي حد ما تفرقش معاه، هو يهمه المصلحه والقنص. وطبعا متصاعد النزعه ليه؟ لانه هو ممكن يوصل لانه يقتل، في سبيل ده ممكن يوصل لانه يأذي، واحيانا من كتر ما هو بيأذي ويقتل ممكن بقى الجزئيه الساديه مثلا تعلى فيه، او النزعه الساديه تعلى فيه، ونبص نلاقيه هو بيستمتع بالايذاء لوحده كده من غير اي حاجه. فطبعا بنشوفه بيتاجر في الاثار زي ما احنا شفنا في المسلسل، بنشوفه بيستولي على اراضي الغير، بنشوفه ان هو بيعمل ده. وطبعا المفروض ان هو راجل يعني في الصعيد راجل كبير وراجل ليه مكانته، ولكن هو بيستغل اي شيء في المصلحه الشخصيه، ودي طبيعه الشخصيه زي ما احنا شفنا في المسلسل بتاع الفنان ممدوح عبد العليم. سكينك تفتح خشمك بكلمه واحده اللي حصل لك هنا، حتى لصاحبك اياها، ما زي الا المره اللي جايه هتبقى انت وهو، بس المره دي ما فيهاش مروح. سامعني؟